الله الرحمن الرحيم. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا بخير. هعمل معاكم النهارده فيديو ان شاء الله يعجبكم، اللي هو المحشي المشكل. قدامكم اهو بعد ما استوي اهوت. ده محشي كرنب اهوت، عاملاه باللحمه المفرومه، لحمه مع محشي الكرنب يعني اهو. مفلفل من جوه خالص اهو. شايفين الرز مفلفل ازاي اهو قدامكم اهوت. واعملوا زي ان شاء الله يعجبكم اهو. عاملاه مشكل، عامله فلفل، محشي فلفل وبدنجان وكوسه وطماطم وبصل وكرنب زي ما انتم شايفين وكده. والكرنب ده اللي انا كنت مفرزاه معاكم في الصيف في الشتاء ولا ايه اهو. عملته دلوقتي اهو. طعمه جميل وطعمه في منتهى الجمال، اللي احنا كنا مفرزينه مع بعض في ايه، في الشتاء اهو. ده مشكل اهوت. عملت كل انواع المحشي اهو اهي قدامكم. بعد ما استوى معايا بقى بصل اهوت. تدبليه شويه، كميه بصل على قد كميه المحشي اللي هتعمليها. تحط عليها بهارات، فلفل اسمر وشويه كمون اهو، وشويه شطه ايه حرقين يعني. وتحط الصلصه بقى معاكي اهي. دي قرنين 3 فلفل كده مبروشين يعني، متقطعين قطع رفيعه خالص، تدي طعم وريحه حلوه للمحشي يعني. تحطهم في الصلصه كده ودي راسهم كبيره اهيت. الفلفل والثوم بده طعم جميل خالص للمحشي، وريحه طعم جميل خالص للمحشي. وتملحيه بقى اهي. تحطي ملح، معلقه ملح اهي. الملح ده بقى على حسب الرغبه انت، على حسب الكميه اللي انت عاملاه. معايا بقى اهوت المخلي اهوت. كل المحشي مخلي، كوسه مقشراه وخلياها، وبدنجان خلياه، وبصل خلياه، والفلفل، وكل حاجه مخليه ونضيفه متنضفه. معايا بقى رز مغسول غسلاه، حط عليه كزبره، حزمه كزبره وبقدونس، وحزمه بقدونس وحزمه شبت. وعلى قد ما تقدري ما تزودي الخضره يعني زودوا. وحط عليهم حزمه كرات مصري اللي هو الرفيع ده، بتديله طعم حلو برضو مع الخضره. والصلصه المستويه اهيت. بعد ما قلبت الخضره على الرز بتحط عليهم الصلصه كده وتقلبهم في بعض برضو يمتزجوا ببعض كويس. يبقى الخضره بتحط على قد ما تقدري خضره، بتخليه يديله قيمه غذائيه عاليه، ويبقى فيه الياف كتيره مش كله نشويات يعني، ويبقى طعمه حلو خالص بالخضره الكتيره. وحط عليه 3 معالق قشطه اهوت، بيدولها برضو طعم جميل خالص للمحشي. والخضره حطها كزبره وبقدونس وشبت وحزمه كرات مصري الرفيع ده. والقشطه بتديله طعم حلو خالص وريحه حلوه خالص. جربوها بالقشطه اديكوا طعم حلو. وزي ما قلت لكم زودوا الخضره شويه، بيدي طعم حلو وتبقى كل قيمه غذائيه عاليه، ومبقاش كلها نشويات يعني، يبقى فيها نسبه الياف عاليه يعني من الخضره. بتضربوهم في بعض كده اهي. تضربوا في بعض اهوت. هنيجي بقى الصينيه اللي هنعمل فيها الكوسه. انا عامله الحاجات الفواتح يعني مع بعضها، والغامق مع بعض يعني. نحط كده قلب الكوسه اللي احنا مفرغينه في في ارضيه الحله اللي هتعملي فيها اهيت يعني. وعايزه تاكليه برضو بيتاكل مع المحشي يعني، تقديم الارضيه وتاكليه يعني اهوت. معايا بقى المحشي اهيت. تسيبي فيها شويه فاضيين يعني في الكوسايه او في البدنجانيه او اي محشي، تسيبي فيه شويه صغيرين، شويه فاضيه يعني، نص عقله صبع كده، عشان الرز بيزيد، عشان ما يطلعش منك ويبوظ لك ايه المحشي، ما يطلعش منك في السوا يعني بره المحشايه اهوت. البدنجان برضه اهوت. هنحط بدنجان لوحده في حله لوحده عشان نغمق، ما يغمقليش الكوسه والفلفل والبصل والحاجات التانية والطماطم يعني اهو. لازم تسيبها قد نص عقل الصبح كده مفرغه. والبصل اهوت برضه بتحشيه، بتطلع قلب الواحده بوحدياتها كده، وتحشيه رز برضه تسيبها نسبة فراغ برضه. والفلفل نفس النظام، بتطلعي القلب بتاعه وتسيبي شوية فاضيين فيها. في كل محشية تسيبي فيها شوية فاضيين، عشان لما يستوي ما يزيدش معاكي والرز يطلع بره ويعجلك الدنيا اهو. وطماطم، عامله طماطم برضو اهيت اهو. يعني البدنجان لوحده عشان غامق ما يغمقليش الباقي. وعامله بقى عامله له شوربه، عندي شوربه اهي. تحط عليها شويه صلصه تحمر لك المحشي، وبيستوي من بره وبقى شكله جميل. هو من جوه فيه طماطم، من بره مش هيبقى فيه طماطم يعني. بتحط الشوربه ده شويه صلصه يعني، وتحطهم على المحشي زي ما انتم شايفين كده. والميه انا بحط نص المحشي بس من تحت ميه، ما نخليش الميه تغطيه. نص المحشي من تحت، اي محشي حط نصه من تحت ميه. واول ما يغلي وطي خالص واحبك عليه غطا، وهو هيساوي بعضيه بقى. معايا بقى نص كيلو لحمه، فاضل شويه رز حطيت عليهم نص كيلو لحمه اللي هنحشي بيه ايه، اللي هو الكرنب. عشان اللحمه المفرومه مع الورق الكرنب بتخليها طعم في حته تانية خالص، طعمه في منتهى الجمال. عندي بقى الورق الاخضر اهوت، هنفرشه في ارضيه الحله
اهيت، عشان لو اتلسعت منك ولا حاجة او اتلهفت منك من تحت يعني المحشي ما يتحرقش. اهيت. تجيبي بقى تحشي اهو. انتي بقى انتي وذوقك بقى على حسب المحشي، عايزاها كبيره صغري، حطي شويه محشي صغيرين في الورقه العنب، عايزاها كبيره كبري، متوسطه عاملاها متوسطه حلوه معقوله زي ما انتوا شايفينها قدامكم كده. وحطي بس المحشي الكرنب دوت، لو عندك لحمه مفرومه حطي له شويه كده، شوف هيبقى طعمه شكله بيودي المحشي في حته تانية خالص، طعم وريحه ولذيذ، تخلي المحشي الكرنب لذيذ كأنك بتاكلي زبده بالظبط. اهو قدامكم. لفي بقى زي ما انت عايزه بقى، تكبري المحشيه كبريها صغريها صغريها اللي يعني انت وذوقك يعني. انا بنزهق بسرعه فبعملها متوسطه، بنزهق يعني من الحشو كده، بعملها متوسطه انتوا شايفينها كده. معايا برضو بنغطي، تحط حته كده على وشها ورقه كرنبايه يعني، عشان تحط الميه ما تفتحلكيش المحشي. وزي ما قلت لكم الميه اللي معايا برضو شوربه وعلى شويه صلصه اهيت، الميه بتبقى نص المحشي، ما تطلعهاش فوق المحشي، نص المحشي من تحت ونص الباقي فاضي على وش ميه. واول ما يغلي زي ما قلت لك احبكي عليه الغطا، قبل ما تحطيه على النار احبكي الغطا وحطيه على النار. اول ما يغلي وطي عليه بقى خالص، حطي شياطه تحت ووطي عليه وسيبيه بقى ساعه، ساعه ونص، ساعتين، هيستوي، هيبقى في منتهى الجمال، والرز هيبقى مفرفر من بقى من جوه وجميل خالص. اهو بعد ما استوي خالص اهو، شوف المحشي الرز مش طالع بره ازاي، عشان سايبين شويه فاضيين في كل محشيه اهو، ومستوي خالص ورز مفرفر من بره وجميل خالص اهو. معلش في حاجات مش واضحه في التصوير عشان اللي عندي المطبخ حر خالص، بخلص بسرعه عشان اخلص من الحر اللي انا فيه اهو. معلش الحته دي مش واضحه، معلش، بس هتوضح في اخر الفيديو يعني، هتبقى تشوف الرز من جوه مفرفر ازاي انت ما شفتوه في اول الفيديو اهوت. بنفضي بقى اهوت اهو، شايفين الرز مفرفر ازاي بتاع البدنجان، واللي عدد الكوسه هتشوفوه في اخر الفيديو اهو. هنيجي بقى نفضي ال الاكل يعني اهوت، بنفضيه اهوت، ده اللي هو البدنجان اهو، مفرفر من جوه ولا معجن ولا حاجه. زي ما قلت لك حطوا نص الحله، نص المحشي من تحت شوربه او الميه اللي هتسوي بها يعني، ما تحطيش الميه تعم او يا دوبك تبقى باينه منه، لا، حطي نص المحشي من تحت ميه بس او شوربه بس، وعلي على النار لحد ما يغلي. وبعد كده اول ما يغلي وطي على، شايفين محشي البصل اهو. انا كان في فيديو برضو بفتح فيه اوريكم رز فيه، بس ما طلعش معايا، اتحذف ما طلعش معايا اهو. محشي البصل اهو، طعمه في منتهى الجمال، محشي البصل جربيه، طعمه تحفه بنفس الطريقه كده. في ناس بتعمل القشره، كل قشره لوحدها، كل قشره لوحدها، لا دي طعمها لذيذ وحلوه خالص، ادت البصلايه فقشر كتير كده بتدي طعم لذيذ خالص وجميل خالص اهو. لو عجبكم الفيديو اعملوا اشتراك في القناه واكتبوا لي تعليق حلو زيكم، واعملوا لايك اللي هو اعجاب اهو. شايفين الحله من تحت ولا محروقه ولا حاجه ولا ملهوفه ولا اي حاجه خالص اهو. شايفين محشي الفلفل والكوسه والطماطم والبصل. وزي ما قلت لكم لو هتعملي محشي بدنجان اعمليه في حله لوحدها عشان ما يغمقش المحشي التاني اللي هو الفاتح زي الكرنب كده ولا الكوسه ولا الطماطم اهو. شايفين الرز مفرفر ازاي اهو. وان شاء الله جربوا الطريقه دي هتعجبكم ان شاء الله. هي المحشي معروف يعني، هي طريقته واحده عند كل الناس يعني اهو. طريقه محشي المصريين واحده ولا ايه اهو. بتختلف، بس حد بيزود شويه توابل، بيزودي حاجات وتنقصي حاجات، لكن الطريقه هي واحده اهي. شايفين المحشي طعمه وريحه وشكله وكل حاجه فيه جميله، ومستوي ومفرفر من جوه، وفي كل حاجه فيه حلوه خالص وجميله خالص. جربوها هتعجبكم ان شاء الله الطريقه دي اهي. بعد ما استوت اهيت، انا قلت لكم فيديوهات ناقصها كتير شرح عشان ما اطولش عليكم الفيديو. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.